مسحراتي منقراتي تحت القمر، قريت مسائل ومن الأوائل جاني خبر اصحى يا نايم موحد الرزاق، رمضان كريم. ومن المدينة والراشدين فيما غبر أصل الحكاية، سمع شكاية مد البصر، شاف الخليفة أجسام ضعيفة زي الصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ وحشتوني وحشتوني يا بنات. يلا بينا كده نبدأ مع بعض شوية مشتريات بالأسعار، بس حاجة ربنا يرحمنا برحمته. في حاجات منها هنستخدمها تخزيننا الأسبوعي أو الشهري، وفي كمان حاجات هنبتدي نرفعها لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ابدأي من دلوقتي حبة حبة كده، وإن شاء الله ربنا يرزقنا البركة في الأرزاق دلوقتي وبعدين بإذن الله. يلا بينا نبدأ الفيديو زي ما متعودين، بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبنزرع نخله في الجنه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اول حاجه هنبدا بيها هي البتنجان. انا كنت جايبه الحاجات ديت، في حاجات جبتها امبارح وفي حاجات نزلت كملتها النهارده، بس انا قلت نشوف مع بعض المشتريات كده مع بعض كلها ونشوف الاسعار. ده البتنجان الابيض، ان شاء الله هنعمل محشي بتنجان ابيض باذن الله، لان الكرنب بصراحه الايام دي غالي والخضره كمان غاليه، فنحاول نقتصد على ما قد ما نقدر. ممكن نعمل محشي بس ممكن نعمل حاجه تانية غير الكرنب عادي مفيش مشكله. فان شاء الله انا جبت البتنجان الابيض ده، جبت 2 كيلو ب 20 جنيه، الكيلو ب 10 جنيه. تمام كده. جبت كمان البتنجان الاسود، الكيلو منه ب 12 جنيه. هو اغلى شويه بس بصراحه كان طازه وحلو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله جميل قوي وحلو. فجبت منه نص كيلو بس بصراحه، مش عارفه لسه هحشي منه مع الاسود او مع الابيض، او ممكن اقليه واعمل معاه التتبيله المنقذه بتاعتنا. مين عايز يعرف التتبيله المنقذه اللي لسه اول مره تبقى اختي معايا وجديده، اخواتي القدام عارفين يعني ايه التتبيله المنقذه، ويعني ايه ما شاء الله بتفرق معاكي في كل حاجه، بتدخل كل الاكلات وبتنقذ معاكي فعلا الوقت. اللي عايزه التتبيله المنقذه من اخواتي الجداد تنزل تقول لي، وانا ان شاء الله هعملها لكم ان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعده، واوريكم يعني ايه التتبيله المنقذه ويعني ايه بتنقذك فعلا في اغلبيه الاوقات. بحب قوي البتنجان ده يا بنات، يعني بصراحه بيكون حلو وبينفع برده في اي وقت. تخلي ليه بقى تحشيه زي ما انت عايزه. يبقى قلنا جبت الكيلو منه ب 12 جنيه، انا جبت نص كيلو ب 6 جنيه. جبت ايه تاني يا هنا؟ جبت كمان قته. الخيار غالي بصراحه، الخيار اللهم صل على سيدنا محمد ب 20 جنيه، انما القته ب 15. فانا جبت كيلو كده منه، العيال ياكلوا منه كده او ننقنق فيه، ومنه برده عادي بيدخل في السلطه ما بيقولش لا يا اختي، عادي ما فيش منه مشكله، ممكن نقطعه بدل الخيار مش هيقول لا ابدا. حاولي تمشي نفسك وتمشي الدنيا كده باللي موجود، عادي جدا، عادي عادي عادي. ايه دي يا هنا؟ دي بطاطا يا حبايب هنا، شوفوا ما شاء الله البطاطا جميله ازاي. البطاطا دي باذن الله هنعمل منها وصفه حلوه جدا جدا جدا، مره بالبشاميل مره بحاجه تانية مختلفه، بس هنعملها بطريقه سهله وحلوه وطعمها هيكون لذيذ جدا باذن الله. باذن الله ربنا ان شاء الله يقدرني واعملها معاكم وتشوفوا الطريقه سهله وسريعه ولذيذه جدا، ولادك كلهم مش هيختلفوا عليها. بكام البطاطا يا هنا؟ الكيلو ونص ب 10. انا بصراحه جبت 2 كيلو ب 15 جنيه، تمام، علشان يعملوا لي صينيه كده او اطباق محترمه يعني. بسم الله. جبت ايه تاني؟ لا خلي دلوقتي الفتحه. ندخل بقى على ربنا يرحمنا برحمته. الخضره دي انا كنت جايباها امبارح، بس تخيلوا والله يا بنات امبارح بس انا جايباها، ما اعرفش يا دوب بيتت في التلاجة. شوفوا المنظر بقت دبلانه ازاي، سبحان الله. يا دوب يوم واحد بس كنت جايبه التلاتة ب10. جبت شبت وجبت 2 كزبره ب 10 جنيه، وما كانش ست عندها بقدونس، فجيت النهارده كملت وجبت البقدونس، بس بصراحه حلو ومرور كده وجميل. الاثنين ب 4 جنيه، الاثنين ب 4 جنيه، لقيت لي الخمسه ب 10، فانا اخدت 2 ب 4 جنيه. دول اهم زي ما انتم شايفين كده يعتبروا 15 14 جنيه. شويه الخضره اللي انتم شايفاهم اللي الربطه اصلا قد ايه يعني، الحمد لله نصها البتاعه دي وهي شويه. يلا الحمد لله ربنا يرزقنا البركه، اهم حاجه في الارزاق. جبنا ايه تاني؟ جبت كمان فلفل، ما شاء الله الفلفل جميل وطازه وحلو قوي. شوفوا ما شاء الله طازه وحلو ازاي اهو، في منه الصغير وفي منه الكبير اهو. شوفوا ما شاء الله طازه وجميل ازاي، اللهم بارك، حلو قوي. الكيلو منه ب 12 جنيه.
فضل ونعمه من عند ربنا عز وجل. جبنا ايه تاني؟ طبعا انا مخزنه بصل ومخزنه بصل كميه حلوه تكفيني فتره طويله. بس انا بصراحه يعني كنت جايبه كميه من البيت وانا جايه، علشان الشقه هنا طبعا صغيره، لكن البصل كله في السطح فوق او في الدور اللي فوق يعني. فخلص عندي فجاه البصل امبارح، فقلت لا انا محتاجه اعمل المحشي، ولسه مش هروح البيت دلوقتي عشان اجيب بصل من هناك. فقلت خلاص انزل امشي نفسي بحاجه كده اجيبها، وبعدين يبقى ان شاء الله اجيب بقى من البيت ان شاء الله باذن الله اللي يكفيني فتره برده تاني. انا ما بحبش اجيب كميه كبيره هنا عشان ما تزحمليش الدنيا وكده. ده بصل جبت الكيلو ربع ب10 جنيه، بس برده حلو وجميل اهو ماسك نفسه. جبت كيلو ربع ب10 جنيه عشان اعمل المحشي كده ونظبط دنيتنا لحد ما ان شاء الله اروح اجيب من البيت باذن الله. جبت كمان ليمون. بصراحه الليمون حلو قوي، لقيته كده طازه وجميل زي ما انتم شايفين. برده اهم حاجه عينك تشوف الفاكهه والخضار. شوفوا ما شاء الله طازه وجميله وحلوه، وباين على الليمونه ان هي طازه، مش لازم اخضر ومش لازم اصفر، المهم ان يكون طازه وحلو. ما شاء الله جبت الكيلو منه ب 15 جنيه، انا جبت نص كيلو، الست حسبته لي ب 8 جنيه. بس مش مشكله اخد نص جنيه زياده، بس اخد نص كفايه على قدي بحيث انه ما يقعدش معايا في التلاجة كتير ويدبل وكده. انا اخد نص بنص وايه ولما عاوز اجيب تاني باذن الله. جبنا ايه كمان؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الطماطم دي انا كنت جايباها امبارح الكيلو ب 25 جنيه. شوفوا يا بنات ما شاء الله حلوه اهي اللهم بارك، بس كانت في التلاجة من امبارح. كيلو ونص، كيلو ب 25، الكيلو ب 25 جنيه. وفي كمان نوع دلوقتي طالع كمان ب 30. ربنا يرحمنا برحمته يا بنات، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. جبت بقى ايه؟ جبت فاكهه برده معايا بالمره. جبت عنب، العنب اللي هو الاحمر المطول ده يا بنات ما شاء الله فعلا سكر، يعني فعلا طعمه مسكر قوي قوي وما فيهوش ولا واحده مش مسكره. صراحه حلو جدا. الكيلو منه اغلى شويه من العادي ب 30 وب 35، ده ب 40 جنيه. فانا قلت اجيب نص ب 20 احسن ما اجيب كيلو ب 30 او ب 35 ويكون طعمه مش حلو قوي. فجبت ايه نص ب 20 جنيه، فضل ونعمه من عند ربنا. المهم ايه الفاكهه تدخل للولاد جسمهم. جبت ايه تاني؟ جبت جوافه، كل سنه وانتم طيبين. اللهم لك الحمد. هي صغنططه كده بس بيتقال عليها جوافه يا بناتي، بصراحه بتكون مسكره وحلوه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله عامله ازاي، اللهم بارك. حلوه جميله وحلوه وطازه. الكيلو منها ب 25 جنيه. الولاد ياكلوا فاكهه يدخل جسمهم نوعين من الفاكهه، مش لازم اجيب كميات كبيره، ممكن اجيب نص من هنا ممكن اجيب نص من هنا ايا كان يعني. الحمد لله. الجوافه ان شاء الله مستنيه بس لما تكبر كده شويه في السوق وترخص شويتين برده يعني، وباذن الله هنجيب منها ونخزن لشهر رمضان باذن واحد احد. كل سنه وانتم طيبين. جبت ايه تاني كده؟ احنا خلصنا الخضار والفاكهه، تعالوا بقى ندخل على المفيد. اللهم صل على سيدنا محمد. انا جبت النص كيلو لحمه، ده نص كيلو لحمه تبع المنافذ بتاعه الجيش اللي هي الجمعيه الزراعيه وكده. بصراحه حلوه جدا ويعني الحمد لله ماشي حالها يعني، اهو منافذ وزاره الزراعه. الكيلو منها ب 210، انا جبت نص كيلو ب 105. هنحط عليه بصل ونعصجه ونظبطه وان شاء الله ربنا هيحل لنا حاجتنا او يحسن لنا الحاجه. ان شاء الله ربنا هيرزقنا البركه فيها وهيكون طعمها حلو جدا باذن الله. ايه كمان؟ بصوا بقى يا ستات البنات ويا امارات قلبي ويا امهاتي الغاليين على قلبي، دي فرخه انا كنت جايباها امبارح. الفكره ان انا عملتها كنت محتاجه، جبت فرخه كبيره خلاص، خليت الراجل خلالي الصدر بتاعها واخدت الاوراق وجبت عليهم ورك لوحده زياده، بقوم 3 اوراق قسمهم لي على 6 قطع، كل ورك 2، وعملتهم اكله في البيت. والبانيه او الصدر بتاع الفرخه خليته خلوهولي بالطريقه دي. انا كنت محتاجه ان انا اعمل اكله فراخ، فخلاص ثبتها بالوراك امبارح والدنيا مشيت تمام. هاخد بقى الصدر ده زي ما هو كده وباذن الله هحطه في الفريزر لشهر رمضان. هتحطي يا هنا من دلوقتي لشهر رمضان؟ لا يا حبايبي، انا هحط الصدر ده وباذن الله ربنا ييسر على بدايه الشهر الجاي هجيب ان شاء الله برده فراخ واخزن. اول ما اجيب فرخه جديده هاخد الصدر بتاعها، اخد ده اشتغل بيه وهستغله في الشهر الجديد، وهاخد الصدر بتاع الجديد احطه مكانه، ولو عايزه احط زياده عليها احط. فهمتوني؟ يعني الفكره ان احنا بناخد الحاجه انت كده هتستخدميها، استخدمها اطلع الجديد واحط القديم. ممكن تاخدي واحد بس زي ده وتحطيه، مش لازم الاثنين، خدي واحد ومشي نفسك بواحد. المهم ان انت تشيلي، عارفه لو الجزء ده هتلاقيه فرق معاكي على شهر رمضان ان شاء الله، وهيبقى بيتك كله مليان خير باذن واحد احد.
جبنا ايه تاني هقول لكم يا بنات. انتوا عارفين ان انا كل سنه بجيب الخزين بتاع الزبده في شهر طوبه، علشان الزبده البلدي بتكون في شهر طوبه مليانه خير ومليانه بركه. فانا بجيب الخزين بصراحه، بس انا مش بستعمل الزبده البلدي بيور كده خام بصراحه وبامانه، لان هي مش هتكمل معايا، وهي غاليه قوي طبعا، كانت ب 200 وحاجه، فبصراحه مش هتكفي معايا يعني السنه كلها طبعا. فبعمل ايه؟ فبجيب الزبده اللي هي اللي انتوا شايفينها ديت، الزبده المزارع، والله جميله وحلوه اهي. شوفوا ما شاء الله اهي، شوفوا بتدوب ازاي زبده المزارع، ما شاء الله حلوه وجميله. دي الكيلو منها ب 80 جنيه. خلاص تمام. بجيب الكيلو وبحط عليه زي ربع كيلو او اقل او زياده شويه، يعني حته كده على قد كفه ايدي كده من الزبده البلدي، وبخليهم يغلوا مع بعض. ما شاء الله تبارك الله، دي بتنزل السمنه بتاعتها والتانيه بتنزل السمنه بتاعتها، ولما بيستريحوا مع بعض بيدوا نفس ريحه السمنه البلدي بالظبط، مش بتفرقيها عنها ابدا ابدا. بعمل لها الرز، بعمل بيها الحلويات، يعني بطبخ بيها، ماشيه معايا في كل حاجه الحمد لله، اللهم لك الحمد. دي البركه اللي في الارزاق يا بنات، اهم حاجه ربنا يرزقنا البركه، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزقنا جميعا البركه في الارزاق، اللهم امين. واللهم صل على سيدنا محمد. زي ما متعودين لازم ندعي لنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين، ربنا يبارك في عمر امي يا رب ويديها الصحه، اللهم امين، ويرحم ابويا ويغفر له وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. ربنا يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه، ربنا يرزقك الذريه ويجبرك، اللهم امين، جبرا يتعجب له اهل الارض والسماء، انت وكل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرحم امواتنا ويرحم ابوك يا ام سيد يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويرحم والده اختي كانت معانا، انا بصراحه معلش اسفه لو مش متذكره الاسم. ربنا يرحم والدتك يا حبيبتي، ويرحم جميع اموات المسلمين، ويرزقنا الصبر، اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي مرضانا يا رب، يشفي اخويا يا رب، اللهم امين، هو وكل مريض، ويرفع عننا جميعا البلاء والوباء يا رب العالمين. ويا رب ادعوا لي دعوه بظهر الغيب، ربنا يا رب، ربنا ان شاء الله يكرمني يعني ان شاء الله، لان انا مطلوب مني حاجات كده معينه، يعني مشتبهين في حاجه، علشان اخويا طبعا مريض كانسر وكده، وليا اخ تاني وليا حد من عيلتي، فهم شاكين في حاجه، فطالبين مني مناظير وحاجات زي كده الفتره الجايه، فطالبه منكم الدعاء ان شاء الله باذن الله، بحسن الظن واليقين في الله ان شاء الله تبقى نتيجه كويسه، بس احنا بنحاول ناخد بالاسباب يعني ان شاء الله باذن الله. محتاجه دعواتكم كده الفتره الجايه كده، لان انا اصلا خايفه اعمل المنظار بصراحه. مين عنده تجربه مع المنظار، سواء حد منه او حد تبعه او كده وجرب موضوع المنظار ده، ينزل يفتيني كده ويقول لي المنظار ده سهل ولا صعب، لاني بصراحه شفت اخويا وهو بيعمل المنظار، وكنت واقفه معاه جوه وهو بيعمل المنظار، وشفت حبيبي وهو بيتعب وهو بيعمل المنظار، فعشان كده انا خايفه ان انا اعمله، لان مطلوب مني منظرين مش منظار واحد. الحمد لله على كل حال واي حال. فطالبه منكم كده تشجعوني، لو في حد عمل المنظار يشجعني كده ويثبتني، لعلها استخاره يعني، انا صليت استخاره وقلت دعاء الاستخاره برده كذا مره، لعل وعسى حد فيكم يثبتني كده لو هو خير ليا يعني ان شاء الله. دي كانت شويه المشتريات بتوعنا، اللهم ارزقنا البركه يا ارحم الراحمين. وزي ما متعودين بنقول ايه، اللهم ارزقنا ايه، اللهم هذا رزقنا ما له من نفاذ، اللهم هذا رزقنا ما له من نفاذ، اللهم امين يا رب العالمين. شويه مشتريات بسيطه جدا، وزي ما متعودين بروايح رمضانيه وباجواء رمضانيه، وفعلا زي ما حبايب اخواتي اللي في القنوات الرمضانيه، سواء كانت مطبخ رباب او مطبخ رباب ايوه، او ام ملك، هسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعتها في اول تعليق ان شاء الله. قناتها جميله جدا جدا جدا، انا يعني من عشاقها، ومنوعات احلى مع شيماء برضو بحب اتفرج على فيديوهاتها قوي. كذا قناه كده يعني، حابه والله بجد اقول لكم اسمائها، لان انا نفسا شخصيا انا بحب اتفرج عليهم، لان بحس بروحانيات رمضان، انا بتبسط لما بشوف روحانيات رمضان في اي فيديو. فمعلش يا حبايب قلبي، اللي حاسه ان احنا لسه بدري على رمضان، او حاسه انه مش وقته، لا والله احنا كلنا محتاجين ولو دقيقه تحسسنا بالبهجه والفرحه، كلنا شايلين بما فيه الكفايه، كلنا عندنا اللي يكفينا، كل واحد فينا في بيته اللي يكفيه، الحمد لله الحمد لله. ولو احنا اهل بلاء نسجد لله شكر ان احنا اهل بلاء، لان ربنا عز وجل اذا احب عبدا ابتلاه. فتخيلي ان تكوني في معيه الله ومحبته، يا رب انا راضيه يا رب، ما دام ده منك انت يا رب انا راضيه، اي ابتلاء ما دام من ربنا عز وجل يبقى الواحد يكون راضي. صلي صلاتك في اوقاتها، حافظي على اذكارك، حاولي على قد ما تقدري انك تعملي صدقات او تجددي نيتك في كل حاجه بتعمليها، وبعد كده بقى اي حاجه تجيلك ده من الله عز وجل، ورب الخير لا ياتي الا بالخير، كله خير من عند ربنا، سواء كنت شايفاه في امور الدنيويه شر، لكن هو ممكن يكون في باطنه خير ليكي، مش ممكن ده اكيد في باطنه خير ليكي ان شاء الله، اكيد ده طبعا يعني. وربنا يديمكم نعمه على قلبي، وكل حبايبي اللي بيحبوني وموجودين معايا من الاول مبسوطين بروحانيات رمضان، ربنا يديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين. وكلنا ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين
فاقدين ولا مفقودين. وكل اخواتي اللي لسه جداد وفرحانه باشتراكاتهم معايا وتعليقاتهم الجميله ويقول لي قناتك عجبتنا، انت محترمه، انت كويسه، انت ليكي قبول، فانا بصراحه مبسوطه جدا جدا، ودي تثبيت من ربنا ليا ان انا اكمل وارجع اصور تاني، لان بقالي فتره كبيره ما بصورش. ربنا يبارك لكم ووجودكم على راسي من فوق، وربنا يبلغنا برده رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يسعد قلوبكم زي ما بتسعدوني بكلامكم الجميل وتعليقاتكم الحلوه. حبايبي طولت عليكم في الكلام، ويلا بينا باذن الله نكمل مع بعض بقى ان شاء الله. الفيديوهات الجايه كلها سلسلات رمضانيه، حتى لو ما كانش الحاجه تخزين رمضان، هي اجواء رمضان. خلينا نعيش كده البهجه والفرحه يا بنات كده على قد ما نقدر، نسرق من الدنيا شويه راحه نفسيه كده في فيديو، في حاجه تفكرنا باجمل ايام في السنه، نستشعر ان احنا فرحانين بشهر كريم جاي علينا، حتى يعني ما حدش عارف اعماره رايحه فين. يا ترى ربنا يدي الصحه لكل الناس يا رب. هل عمرنا وصل لرمضان؟ فربنا سبحان الله عز وجل ادانا الاجر على ان احنا كنا ناويين نحيي العباده ديت، ناويين فرحانين بالشهر الكريم، ناويين نعمل صدقه في الشهر الكريم، ناويين خزنا مانجا هنطلع منها على فكره في الشهر الكريم، خزنا اي حاجه احنا ناويين نطلع ان شاء الله يا رب باذن الله، اطعام، خزنا اي حاجه احنا يا رب ان شاء الله ناويين نطلع كرتونه رمضان او كيس رمضان او شنطه رمضان لبيت او 2 ايا كان، على قد ما قدرت ان شاء الله، كيس رز وكيس مكرونه وكيس سكر ايا كان اللي تقدري عليه. فربنا هيبعثك وهيؤجرك على الاجر ده، حتى لو ربنا ما اذنناش بحياه لحد اليوم ده، ان شاء الله نبعث على النيه دي. فالله المستعان، ربنا يا رب يرزقنا البركه في الاعمار، لان كل يوم بيعدي علينا ربنا بيدينا فرصه ان احنا نتصدق، وان احنا نصلي، وان احنا نذكر الله، وان احنا نقرا القران، وان احنا يعني قدامنا فرصه نحاول نزود من صحيفتنا شويه، لان احنا مش عارفين ذنوبنا واصله لفين. مفيش حد خالي فينا من الذنوب ابدا ابدا، بس اهم حاجه ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، ربنا يجعل كل عمل خالص لوجهه الكريم، وكل ذكر خالص لوجهه الكريم، وكل محبه ما بيننا خالصه لوجهه الكريم، اللهم امين يا رب العالمين. دمتم نعمة على قلبي، رغيت كتير النهارده، معلش سامحوني، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، ودعواتكم بقى بظهر الغيب، ماشي؟ مش هتنسونيش من الدعاء. استودعكم الله.